السلام عليكم أعزائنا طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض في كتاب جيم. نزل طبعا الوحدة الأولى المنهج الجديد 2026. احنا طبعا في القناة وصفحتنا على الفيس كنا نزلنا شرح الدرس الأول وشرح الدرس التاني. طب النهاردة احنا هنعمل ايه؟ هنركز أكتر على إن احنا نحل مع بعض، يعني اللي معاه كتاب جيم يقدر يتابعنا، هننزله لك بالتفصيل ان شاء الله في التشانل بتاعتنا على اليوتيوب. واللي محتاج اي تفاصيل بخصوص اي حاجه عندك في صندوق الوصف هتلاقي رابط قناتنا على التليجرام بينزل فيها كل حاجه، وقناتنا على الواتس والفيسبوك كله موجود في صندوق الوصف عندك. يلا كده نشوف مع بعض كتاب جيم. اول درس عندنا طبعا قبل ما نبدا في اول درس كان عنوان يونت 1 اللي هو طبعا لايف اللي هي الحياة in a digital world. طيب قبل ما ابدا طبعا هنا ايه الحياه في العالم الرقمي، يعني انت بتستخدم زي الولد اللي عندك ده كده، هل انت بتستخدم هيدفونز، بتستخدم انترنت، بتستخدم سمارت فون؟ طيب قبل ما نبدا خلي بالك معايا واحنا بنحل، هسيب لك حاجات لازم تحلها في التعليقات علشان اشوف التفاعل، الطلبه بتذاكر مش بتذاكر، مركزه مش مركزه، لازم كده، واشوف الناس الحاجات اللي مش فاهماها عشان نحاول نظبطها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يلا كده نشوف مع بعض. اول حاجه هو عندك lesson 1. كل درس خلي بالك معايا ليه عنوان. العنوان بتاعنا a day in my digital life. a day in my digital life يعني يوم في حياتي الرقمية. في ولد بيتكلم عن اللي بيحصل معاه على مدار اليوم. تعالى كده دي الفوكاب. اول حاجة عندك الكلمات، تعال نشوف كده نمشي مع بعض واحدة واحدة. بيقول لك هنا app، وطبعا هنا حرف الN يعني noun، يعني الكلمة دي noun يعني اسم، يعني ممكن ابدأ بها الجملة. يعني ممكن اقول this app is useful. هذا التطبيق مفيد، لان الاسم في الانجليش بيجي في بداية الجملة. application دي الكلمة الايه الكاملة، يبقى app application. device برضو noun device. digital adjective يعني رقمي، هنا adjective يعني صفة، يبقى ال N noun وال ADG adjective والصفة تصف الاسم. طيب e-book هي اختصار طبعا electronic book يعني كتاب، زي اللي معانا ده كده بالظبط اسمه e-book. habit night mode الGH silent. online games physical tools. protect ed يعني الماضي من protected. والv يعني verb. يعني ايه verb يا سنة اولى؟ فعل. search برضو verb يجي بعدها حرف الجر search for يبحث عن. smart board noun. type برضو هنا فعل verb يكتب على لوحة المفاتيح. تمام. app device digital e-book habit night mode online games physical tools protect search smart board type. في نقطة الناس سألتنا عليها، أولياء الأمور سألوني عليها والطلبة، يا مستر انت السنة دي هتشتغل من ايه؟ لسه الكتب ما نزلتش والمنهج جديد. اول ما الكتب تنزل هعلن على الفيس على التليجرام على اليوتيوب، هنحدد كتاب معين وهنشتغل منه ان شاء الله الشرح والحل، وهنحاول قد ما نقدر نحل كل الكتب معاك، ما تقلقش خالص. adventure story amazing bedtime blog board check facts funny information interactive laptop lesson live light meal message news page planet portable posted project remind science screen sitting share space tablet technology website wisely.
wise دي يعني بحكمة، يعني اقول he behaves wisely، هو يتصرف بحكمة، دي ظرف. تعالى بقى للبريبوزيشن اللي الناس بتهملها، ما انت لو اهملتها مش هتعرف تكتب جملة مظبوطة. لازم حروف الجر تذاكرها، سهلين خالص اهو. do homework. شوف انت لو ذاكرتها كده تقدر تقول جملة بالانجلش I do homework. I do my homework. During the day help with instead of on paper per minute في الدقيقة take a break twice a week without يعني بدون. أهم الأفعال بقى ال irregular verbs، عندك hurt، عندك learn، عندك take، يبقى heard learn learned يعني ممكن كلمة يتعلم استخدمها كفعل عادي، يعني ممكن اقول learned وممكن learned. take talk taken، teach taught، send sent، show showed shown. عندك هنا بقى عامل لك اختصارات، بيقول لك ال N اختصار noun، ال V اختصار verb، ADG adjective، ADV adverb، PREP preposition حرف جر، و CONG conjunction اللي هو رابط. يعني ايه رابط؟ يقول لك I play tennis and football and دي اسمها رابط. خلاص؟ تعالى بقى هنا الwords والopposite. opposite يعني المضاد ولها معنى تاني antonym. كلمة dark يعني مظلم أو غامق، عكسها light. interesting boring، online offline، useful useless. تعالى كده نحل مع بعض. My mobile phone is my favorite digital. التليفون بتاعي هو my favorite digital. يا ترى at ولا useless ملوش فايدة ولا useful ولا device؟ طبعا هو الايه؟ الديفايس، جهازي الرقمي المفضل. My school has books we read، فيها كتب بنقراها، يبقى useful. This website is we benefit from it. حلوة benefit دي يعني يستفيد. الموقع بتاعنا نقط احنا بنستفيد منه، يبقى الموقع بتاعنا احنا بنستفيد منه، لا يبقى المفروض useful. سوري يبقى دي مش useful اهو. يبقى this website is useful. نرجع بقى للتانية. My school has not books we read on tablets. احنا لما نقراها على التابلت يبقى هنا مفيش الا useless، بس هيقول كتب عديمة الفائدة، هي خلاص مفيش الا هي، يبقى useless books we read. تعالوا نشوف بقى كده language notes. بيقول لك ادرس الملاحظات جيدا. كل واحد يأتي بعدها فعل مفرد وتستبدل بضمير جمع اللي هي everyone. شوف بقى خلي بالك اهو everyone كل شخص الفعل مفرد، انما لو عايز اعوض عنها بجمع. everyone is ready for the party، جاهزين للحفلة. they are wearing well، لابسين لبس كويس. يبقى everyone يجي بعدها فعل مفرد انما الضمير جمع. كلمة by يجي بعدها ing او حرف الجر يعني. I always start my morning by checking، ببدأ يوم ان انا اشوف السوشيال ميديا. the news كلمة اخبار بتعامل معاملة المفرد. حد يقول يا مستر ازاي ده كلمة اخبار جمع؟ لا، في الانجليش يجي بعدها فعل مفرد، هي وكلمة معلومات اللي هي يعني ايه معلومات يا سنة اولى؟ information. the news isn't great today، الاخبار النهارده مش كويسة. let يجي بعدها المصدر don't let me join the next school trip، الرحلة المدرسية. كلمة remind واحد ناسي حاجة وانا عايز افكره، يبقى انا هفكر شخص بحاجة. remind of this picture reminds me of our vacation، فكرتنا بالاجازة بتاعتنا. remind someone to do يفكر حد يعمل حاجة. my mother always reminds me to do my homework. يبقى لو انا هفكر شخص يبقى of، انا هفتكر ان اعمل حاجة يبقى to المصدر. use يستخدم يجي بعدها something يعني شيء to المصدر. I often use my tablet to search for news، ابحث عن المعلومات. تعال نجرب كده نشوف احنا فهمنا ولا لا. احنا قلنا كلمة everyone يجي بعدها فعل مفرد، طب والضمير يكون جمع.
everyone in the class is laughing. كله بيضحك. are having fun. he مفرد، she مفرد، it مفرد، يبقى مفيش غير زي. خلاص؟ يبقى كلمة everyone يجي بعدها فعل مفرد ضمير جمع. My parents always remind me يعني بيفكروني أن أفعل الواجب my homework before playing. احنا قلنا remind لما يجي بعدها مفعول يبقى to المصدر. تعال نشوف اهو أفكرك بيه اهو. أهو remind لما يجي بعدها شخص to المصدر. إنما اهو remind someone to do. إنما يفكروني of our vacation لو يجي بعدها إيه؟ لو شيء. إنما هنا فعل. I often use my tablet يستخدم شيء to المصدر. to drawing لا طبعا يبقى to draw. let me this computer game please. ادي عندك اهو let انا بعرفك هتذاكرهم منين. let والمصدر اهو let me join. يبقى انا هنا هروح لمين على طول؟ هروح للمصدر اللي هو كلمة play. عندك في اول درس في حاجة اسمها parts of speech اللي هي اجزاء الكلام. اول حاجة عندك في اجزاء الكلام مين؟ noun اللي هو مين؟ الاسم. A word that names a person, thing, animal or place. كلمة تستخدم لتسمية شخص أو شيء أو حيوان أو مكان. ده اسمه الناون أهو. علي ده ناون. كات القطة. سكول مدرسة. طب الفيرب الفعل كلمة تدل على عمل حاجة بنعملها play, watch, run, eat, play. طيب الصفة تصف الاسم digital, amazing, useful اللي هي مفيد. عندك مجموعة من الكلمات بيقول لك بقى حاول تصنفها كده. تعالوا نجرب والباقي انت اعمله مع نفسك. tall يعني ايه tall؟ طويل. يا ترى طويل دي اسم ولا فعل ولا صفة؟ في حد بصمجي بيقول فعل. روح نام احسن. protect يعني ايه protect؟ يحمي. فعل protect. طيب عندك habit عادة noun. app تطبيق noun. funny مضحك صفة. هقراهم بس معاك وانت كمل بقى. help portable type news learn يتعلم board سبورة وجود اللي هي ايه؟ جيد. تعالوا نشوف بقى اهم 6 كلمات اللي هم ليهم definitions تعريفات. تعريف مش بيتحفظ افهمه بس. screen اللي هي الشاشة. a flat surface يعني سطح on which pictures or words are shown بتبقى الكلمات ظاهرة قدامك. e-book كتاب إلكتروني electronic book you can read on screen instead of a paper زي اللي معانا احنا دلوقتي ده. laptop a portable computer. night mode a darker screen setting to protect your eyes in low light بتحمي عينينا في الإضاءة القليلة. smart board سبورة ذكية زي اللي احنا شغالين عليها. interactive board used in classroom for teaching lesson لشرح الدرس. website a page on the internet that gives information or lets you do things online. موقع هو عبارة عن صفحة على الانترنت بتساعدنا نعمل حاجات عليها. تعال بقى هنا ايه كلمة ومرادفها. amazing تساوي wonderful synonym. search for تساوي look for. بعد كده عندنا في حاجة اسمها اللاحقة. لاحقة يعني suffix. يعني ايه suffix؟ مقطع ينضاف في نهاية الكلمة. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك يستخدم يعني use طب ممكن اضيف لها ful ده اسمه suffix useful. طب لو في اول الجملة يا مستر اسمه prefix يعني لما اجي اقول لك سعيد يعني happy. لو جيت قبلها وقلت كده ايه unhappy ده اسمه prefix اللي هو البادئة. طيب عندك digit رقم. digital هنا ايه بقت رقمي. teach يدرس. طب teacher مدرس. inform يبلغ information معلومات. wise حكيم. wisely اللي هي بحكمة. البريفكس اللي هي البادئة في الأول زي الإي. book يعني كتاب. e-book يعني كتاب إلكتروني. تعال كده نعمل تشيك. yesterday's movie الفيلم بتاع امبارح was amazing كان رائع. the synonym مرادف. amazing مرادف رائع. terrible سيء. useful مفيد. kind طيب. wonderful رائع. I'd like to inform you about the good news.
عايز اقول لك الاخبار we add the suffix النهايه اللي احنا نضيفها لكلمه inform. ايه اللي ينفع يجي في اخر كلمه inform؟ ايه اللي يسس ATME طبعا ATION عشان تعمل لك كلمه information معلومات. A is a page on the internet that gives information or lets you do things online. صفحة الانترنت project مشروع setting ويب سايت بارتنر شريك طبعا ده ويب سايت. reading and listening is skill. الدرس ده احنا قرناه قبل كده اللي هو A day in my digital life بتاع طارق. هسيب لك اللينك عندك برضو في صندوق الوصف او هيظهر دلوقتي واحنا بنتكلم بتاع درس القراءة لو انت حابب ايه تقراه تاني عشان قرناه قبل كده مش عايزين ايه نضيع وقت وحلينا نفس الاسئلة دي برضو عليه. تمام. بعد كده بيقول لك هنا skills bank reading ده بينمي مهارة القراءة عندك. يعني عايز يعمل ايه؟ بيقول لك ارجع للقطعة صفحة 15 وحاول تطلع من القطعة كلمات مشابهة او متضادة في المعنى. عندك كلمة exciting عايزين ندور على حاجة زي exciting. لو انت رجعت هنرجع كده مع بعض وندور على حاجة هنا ايه شبه كلمة exciting اللي هي شيق. لو انت مشيت كده في الفقرة التانية بيقول لك at breakfast I often use my tablet my favorite app shows me interesting دي تساويها او wonderful. هتلاقي بعد كده wonderful برضو يبقى انا ممكن اكتب هنا اهو interesting. عندك ايه تاني؟ عندك هنا look for هتلاقي عندك برضو فوق معمولة اللي هي search for اللي اهو يبحث عن. فكرته جميلة خالص التمرين ده اهو. بعد كده عندك relax دور كده على relax وعايز boring عكسها واوفلاين ويوزلس كل ده موجود عندك. بيقول لك بقى ايه في هذا الجزء نتعرف على كيفية التعامل مع أسئلة القطعة لأن القطعة مهارة. لما يجي يقول لك what does the word كلمة نقط مين يعني ماذا تعني هذه الايه هذه الكلمة. لما يقول لك how to guess the meaning of a word ازاي تخمن معنى الكلمة وهناك عدة نقاط يمكن ان تساعد في تخمين. حاول ان تفهم نوع الكلمة يعني الكلمة اللي احنا هنخمنها يا ترى اسم يا ترى فعل يا ترى صفة. دي أول نقطة. read the passage well نقرأ القطعة كويس ونحاول نفهم ممكن نلاقي مترادفات أو متضادات أو تعريفات للإيه للكلمة. هو هنا أعطيك أمثلة بيقول لك إيه before bedtime قبل النوم I often read e-books on my tablet. I love adventure stories but I always use the night mode so the screen doesn't hurt my eyes. I think the technology is amazing but I'm learning to use it wisely. بحاول استخدمها wisely. كلمة تحتها خط wisely means to use something. badly تستخدم الحاجة بطريقة سيئة happily ولا will ولا lazily طبعا will اللي هي بطريقة جيدة. بعد كده عامل لك هنا تمرين جميل خالص على ايه translation ترجمة. بيقول لك اختار الترجمة العربية الصحيحة. I think technology is amazing. هو هنا بيقول لك اعتقد التكنولوجيا رائعة but I'm learning to use it wisely. اعتقد ان التكنولوجي مكلفه. لا ما قالش مكلفه هو قال رائعه يبقى الثانيه هي اللي ايه هي اللي مظبوطه. نفس النظام هنا بيقول لك my favorite app shows me interesting facts about animals and space. my favorite tablet shows me interesting facts. هو هنا تطبيقي المفضل. طيب هنا اب يعني تطبيق تابلت يعني اللي هو جهاز التابلت يبقى طبعا التطبيق يبقى الاولى. تعال بقى نحل هنا ايه vocab exercise تمرينات على الفوكاب. I use my camera to take nice photos. عشان اصور صور حلوة بستخدم ايه؟ funny camera, long camera طبعا digital رقمي. سليمان plays with his friends on the internet after school. بيلعب online games, physical tools بيلعب technology night mode طبعا online game. You don't have any food. انت ما عندكش اي طعام. We can our lunch together. نعمل الغدا مع بعض. protect يحمي share يتشارك وريمايند يذكر. I like to my social media before bedtime. قبل النوم بعمل للسوشيال ميديا تايب يكتب grow ينمو protect يحمي check بدخل على السوشيال ميديا. You need to a break every 2 hours to rest your eyes. عشان تريح عينيك محتاج ان انت ايه make a break see a break طبعا ياخد راحة اسمها take a break. ريم can type 40 words. تقدر تكتب 40 كلمة في الدقيقة اسمها at a minute ولا of minute ولا per minute.
Malik's drawing was we all loved it. رسوماتها كانت نقط احنا حبيناها جدا. bad سيئة. amazing رائعة. delicious لذيذة. وhot يعني حار. My phone is my favorite. التليفون بتاعي هو الفيفوريت نقط. I use it every day. device طبعا جهازي المفضل. It's my to read short story before bedtime. قبل النوم إنها my إن أنا أقرأ قصة. habit عادة. board سبورة. picture صورة. ولا sitting الإعداد طبعا habit. A is a darker screen setting to protect your eyes in low light. ده عبارة عن تطبيق معين أو تظبيطة معينة علشان نخلي الجهاز يحمي عينينا. night mode اللي هو الوضع الليلي. earth كوكب الأرض where we all live. island جزيرة. plant نبات. plane طائرة طبعا planet اللي هو كوكب. we can for better books we don't need to ask the teacher. ممكن نشوف كتب أفضل مش لازم نسأل المدرس. share for ولا type for ولا search for يبحث عن. ده فكرة السؤال التاني حلوة برضو. e-book وتولز وتشيك وتابلت وكاميرا. I enjoy my digital life. أنا مستمتع بحياتي الرقمية. Every morning the weather using my favorite device. كل يوم أنا نقط الطقس باستخدام my favorite device. الجهاز المفضل. هنا ده فاعل. محتاجين هنا فعل يبقى هنا I check. At school في المدرسة we sometimes read instead of paper يبقى بنقرأ e-book. At home I use my note to play games. هلعب جيمز على مين؟ على التابلت. But I still like using physical tools أدوات like pencils and paper when I draw. It's fun to mix both ways. Practice more. Can you help me? My homework. ممكن تساعدني في الواجب. For with at on طبعا with. My device أو my advice نصيحتي is to spend the money إن احنا نصرف فلوس on important things. نصرفها carefully. to spend the money carefully. wisely. happily. sadly. يبقى my advice is to spend the money إن احنا نصرف فلوسنا wisely on important things بحكمة. The physical must be safely. The physical modes. بعد كده عندي tools games technology اللي هي التكنولوجي. يبقى طبعا الأدوات المادية اللي هي physical tools. بعد كده بيقول لي the page on the internet that gives the information. صفحة بتدينا معلومات على الإنترنت. ويب سايت طبعا. The story kept us excited until the end. حتى النهاية. يبقى القصة دي adventure مغامرات. light boring مملة. video طبعا adventure. Can you this message for me? هذه الرسالة. Can you remind protect help type طبعا يكتب هذه الرسالة. type. Our teacher writes on the with a special pen for it. المدرس بتاعنا بيكتب على النوت with a special pen. smart board سبورة ذكية. Digital means something that uses numbers and بيستخدم أرقام و amounts كميات picture صور photography التصوير technology. We must our environment from pollution. نعمل البيئة protect يحمي. portable computer كمبيوتر محمول. smart board speaker screen طبعا ده اللابتوب. Mr. Walid teaches us English to form the noun of teach. we add the suffix. احنا قلنا suffix اللي هي النهاية اللي ينفع نضيفها ل teach تبقى طبعا teacher مدرس. use keyboard laptop learn يتعلم e-books. I think technology is amazing. I'm learning to use it wisely. I use my note to do homework. أقرأ الكتب to read note and join video calls for listen. يبقى I like technology. I think technology is amazing. I'm learning to use it wisely. I use my. يبقى أنا بستخدم my laptop to do homework. read أقرأ e-books كتب إلكترونية. and join video calls for listen. Technology helps me. التكنولوجي ساعدتني not in different ways. أتعلم helps me learn in different ways. It's useful when we use when we not it well. طبعا لما نستخدمها كويس يبقى when we use it well. بعد كده هنا بقول لك your daily routine نظامك اليومي. What things do you do every day؟ بتعمل ايه كل يوم؟ قال I use my tablet, smartphone and sometimes the computer at school. How do you spend your day؟ بتقضي يومك في ايه؟
I usually watch videos, play games, read stories and do my homework in my tablet. How do you start your morning? بتبدأ يومك ازاي؟ I always start my morning by checking my phone. بشوف التليفون. What do you do after school? بتعمل ايه بعد المدرسة؟ After school I always do my homework first. I usually search for information on my laptop. بشوف المعلومات على اللابتوب. علي وعمر are talking about digital device. الأجهزة الرقمية. What technology do you use every day? I use my tablet and not. What not use your smartphone for? يبقى an smartphone. What not you use your smartphone? قال له I use it to talk to my cousin. علشان ايه؟ اتكلم مع اولاد عمي. نقط about your tablet. قال I watch videos and play games on it. Do you use a computer too? هل انت بتستخدم الكمبيوتر؟ Yes I not it. فهنا ممكن اقول yes I use it. هنا طبعا في الثالثه I use it to talk to my cousin. بستخدمها عشان اتكلم مع اولاد عمي. يبقى هنا اقول له ايه؟ how about أو what about your tablet. هنا طبعا بيقول لك بقى I use my tablet and smartphone. بستخدم التابلت بتاعي والسمارت فون. هنا قال له what not you use your smartphone for. اللي بتستخدم فيها السمارت فون. واحنا طبعا بعد أداة الاستفهام المفروض يكون في فعل مساعد. هنا اليو جمع فهقول له what do you use your smartphone for. بتستخدم السمارت فون في ايه؟ هنا طبعا جزء السكيلز بانك اللي هو الرايتنج. ازاي تكتب، كيفيه الكتابه عن الجهاز الاكثر اهميه. لو جه في الامتحان يقول لك the most important device اهم جهاز. what is the most important device؟ تذكر اسم الجهاز. هنفترض هنا مثلا my tablet. اقعد بقى اكتب كده عنه. 2 is it important او it's important because انها مهم لانه I do my homework on it. I مثلا call my friends. Why do people use it? People use it to. الناس بتستخدمه لكي. بعد كده is it expensive؟ هل هو غالي؟ It is expensive أو cheap ده براحتك. It's easy to use. All people can use it. كل الناس تستخدمه. طيب it's eco friendly. هل هو صديق للبيئة ولا isn't؟ طيب life will be difficult. الحياة من غيره أو بيه صعبة ولا سهلة؟ حاول تكتب هنا. وادي هنا مكتوب الإجابة my favorite digital device جهازي المفضل. وهنا مختار مين؟ التابلت. حاول انت بقى تعمل رايتنج. ممكن تغير الجهاز او تختار يعني ايه، تختار نوع تاني غيره. هنا بقى بيقول لك ايه؟ مجموعة تدريبات. choose the correct answer from A, B, C or D. I brush my teeth every day. It's a good habit. live listen طبعا عادة. عادل uses smartphone every day. he search يبحث عن اللي هي search for. بعد كده بيقول لك mode amazing رائع smart board screen type. In the morning في الصباح I use my tablet to check the weather. At school our teacher showed us a video about space عن الفضاء on the. شفناه على ايه؟ on the نقط. ماشي. عندنا smart board screen. I searched for a planet and found a great information on website. Later I noted a shorter report تقرير on my laptop. at bedtime I turned it on. انا شغلت او يعني اشتغلت على night mode. طبعا اخر واحده دي هتبقى النايت ايه، هتبقى او الثلاثه دي هتبقى النايت مود. and read an e-book. my digital day was. اليوم بتاعي كان ماله؟ كان amazing. نرجع بقى نقرا دول تاني من الايه، من الاول. يبقى هو هنا ورانا الفيديو على الايه، السمارت بورد. يبقى السمارت بورد 1. بعد كده طبعا انا كتبت موضوع ودي هتبقى كام؟ هتبقى 2. بعد كده بقول لك complete. ليلى use her tablet the most. نور is asking her about it. what device do you use the most؟ بتستخدمي ايه اكتر حاجة؟ I use my tablet. بعد كده قالت لها نقط do you use it؟ قالت لها after school and on the weekend. يبقى متى؟ when. نقط do you use it so much؟ because I like watching cartoons. لماذا؟ why. do you use it at school؟ yes I use it to نقط homework. يعمل الواجب اللي هي do homework. بعد كده بقول لك اكتب عن the digital device you use the most.
اكتب عن جهاز انت بتحبه، لسه من شويه قايلين التابلت. هنا طبعا ده lesson 2 lesson 3 هيبقى الفيديو القادم ان شاء الله. اللي عنده اي مشكله يكتب لنا في التعليقات، بنعتذر عن اي اخطاء اثناء الفيديو. انتظرونا الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.